السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم كشري بالرز والعدس والشعرية بس من غير مكرونة، ان شاء الله يعجبكم. ده ده البصلة اللي انا هحطها على وش الكشري. قطعت بصلة كبيرة شرايح، حطيت شوية ملح وقلبتهم، وحطيت معلقتين صغيرة دقيق، اغلي في البصل بالدقيق واروح اقليه. الحلة التانية دي اللي هعمل فيها بقى الكشري. حطيت فيها شوية زيت، ولما الزيت سخن حطيت بصلة مقطعها صغير واشوحها فيها. الطاسة دي كان فيها معلقتين سمنة كبار، ولما سخنوا حطيت 3 كوبايات شعرية، حطيت لهم شوية ملح وحمر الشعرية في الطاسة دي. بعد لما الحلة دي، بعد ما شوحت كده فيها البصلة، حطيت لها شوية بهارات وشوية كمون، وحطيت المية عشان تغلي، عشان المية دي بعد ما تغلي هسوي فيها العدس ابو جبة. هنا كانت الشعرية اهي، بقول لكم كفاية اللون ده كده في التحمير، عشان هي هتقعد في السخونية هتغمق التاني مع بعضها، وكل شوية اقلبها كده. بعد المية ما غليت اروح حاطة بقى ايه العدس ابو جبة. العدس ابو جبة ده انا كنت منقياه وغسلاه ونقعاه. بعد المية ما غليت حطيت العدس ابو جبة، واسيب بقى العدس يتسلق. طبعا هو مش هياخد وقت في السليق، لان انا كنت نقعاه من قبل كده. الحلة الصغيرة دي هعمل فيها الصلصة. الحلة دي هيبقى فيها صلصة ودقة وشطة. ازاي؟ حطيت اهو برضو معلقة سمنة، ولما ساحت وسخنت نزلت بمعلقة صغيرة توم مفروم. خلاص، بعد كده قلبتها وشوحتها شوية. بعد كده اروح نازلة بالتوابل، نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا وشطة. يبقى دي الشطة اهي. ماشي، شوحتهم مع بعض كلهم. بعد كده اروح نازلة عليهم بالخل. ادي الدقة اهي. خلاص كده، هقلبها كده اديها تقليبة. بعدين اروح نازلة بالصلصة بقى بالطماطم، نص كيلو عصير طماطم اهي. حطيتهم، انا حطيت نص كيلو عصير طماطم عشان انا اصلا عندي صلصة، طبق صلصة هحطهم معاهم اهو، هحطهم معاهم بس. يبقى الحلة دي فيها الصلصة والدقة والشطة، عملتها قدامكم اهو. والحلة التانية هحط فيها العدس والرز والشعرية في الحلة التانية. هو ده الكشري بتاعنا. اديتها تقليبة واسيبها بقى تغلي غلوتين اهو. العدس وهو بيتسلق اهو. خلاص، ودي كده خلاص خدت غلوتين، هطفي عليها وتبقى اتعملت الصلصة. ادي بقى كده كان العدس استوى. غسلت بقى الرز برضو 3 كوبايات رز. غسلت الرز ورحت حطاه وحط معاه الشعرية. يبقى الحلة دي فيها عدس والرز والشعرية. ربع عدس و3 كوبايات رز و3 كوبايات شعرية. هقلبهم كلهم مع بعض واظبط لهم المية بتاعتهم والملح. وهو ده بقى الرز بتاعنا، الكشري بتاعنا النهاردة من غير مكرونة. ساعات بعمل بمكرونة وساعات بعمل من غير مكرونة. اظبط له بقى ميته وملحه واسيبه بقى يستوي زي الرز بالظبط. اسيبه لغاية لما يتشرب، واوطي عليه وانقله على عين صغيرة، واسيبه بقى على عين هادية يستوي. طبعا هنا ما كانش لسه اتشرب، هنا هو كان اتشرب. وهسيبه بقى يستوي. هنا كان خلاص استوى، وهقفل عليه بقى.
وهنا كنت غرفته وحطيت عليه الصلصة والبصل، وربنا يسهل.